واحد الراجل عايش هو ومراته، راجل لاباس عليه، عنده عقارات، عنده محلات ديال البيع والشراء، وعنده وليد واحد. ذاك الولد ملي تزاد وكبر ما زاحمو حتى شي واحد، حتى شي خوه اخر او اخت اخرى، بقى بوحدو، لو فيس يونيك، الطفل الوحيد. هاد الدري هذا لما كبر ومشى تيقرا في الخارج، مشى لالمانيا يكمل القرايه ديالو، الدراسه ديالو في المانيا. بقى لا باه هو وامو، ولكن خلى باه مريض. داز شي ايام باه مات. جا داك الدري من المانيا وحضر الوفاه ديال باه ودفن باه وصبر امو، وقال لمو امي خليني نكمل قرايتي في المانيا، وانت هنايا ما خصك حتى شي خير، عندك الناس اللي مقابلينك، خليني نكمل قرايتي وانا نكملها، راه اما غنخدم تما وديك معايا اما غنجي نخدم في المغرب. بقى ديك المرا بوحدها، مشى هو تيقرا تما. دازت ايام وايام، دازت واحد 6 سنين هو تيقرا في المانيا. تيتصل بامو وتيخبرها ديما بانه راه تيقرا، راه وصل للجامعه، راه في الكليه، راه في الجامعه، راه خدا الدبلوم كذا، راه خدا الدبلوم كذا. وديما كان تيقول لها امي راني تنقرا، ولكن عارفه تنقرا بالفلوس، ديما صيفط لي الفلوس نخلص في الشهر، ونخلص الكرا، ونخلص هذه ونخلص هذه. راه انا ما تخدمش في المانيا، انا مديها في قرايتي، لان لا جيت ما نبقاش نفرق ما بين الخدمه والقرايه. القرايه عندي واعره وتنقرا شي علوم كبيره، ما نبقاش نخدم. اذا راه المعيشه ديالي والكرا ديالي راه خصها يجيو من عندك. هذيك مو كانت ديما تتصيفط ليه 500,000 فرانك، 600,000 فرانك، 700,000 فرانك، مليون فرانك، ديما تتصيفط ليه فلوس، كل شهر تصيفط ليه فلوس باش يعيش وباش يكري وباش يكون. هو ما تيجيش بزاف، تيجي قليل، الا جا عام تيدوز بعض المرات عام، بعض المرات عامين، ما تيجيش بزاف. عاد تيجي تيشوف مو وتيدي داكشي اللي خصو، لان ما تيجي ماشي تيجي غير بيشوفها، ولكن تيجي باش تزيد تعاونو اكثر وتعطيه فلوس اكثر، لان هي تشد كراوات، تشد هذه، تشد هذه، تشد هذه. واحد النهار اتصل بواحد البنت، بنت حومتو تعرفها، وديك بنت حومتو كانت ديما تتصل بها تسول على مو، هي همزه توصل بينه وبين مو. لما تعيط على مو ما تلقاش، تتصل بديك البنت تقول لها الوالده واش طليتي عليها، واش شفتيها، واش كذا واش كذا واش كذا. واحد النهار اتصل بديك البنت قال لها شوفي الله يعطيك الصحه، هذه 10 ايام ما هضرتش معايا امي بالتليفون، ما تيجاوبنيش التليفون. سير شوف امي، واش مشيتي عندها؟ قالت لي لا ما شفتهاش هاد الايام. قال لها سير شوف امي شنو عندها وخبريني، واش مريضه، واش شي حاجه، واش كذا واش كذا. ديك السيده مشات للدار ديالهم، تدق ما جا واحد، تتسول ما جا واحد، ما هضر معاها حتى شي حد. شافت واحد المراه، مشات عند واحد المراه، تجي تخدم عندك المراه برا للدار، تشقى ليها ودنا، قالت لها ودي راه ما عرفتها سافرت ولا ما عرفت، انا دقيت عليها، راه هذه شي 3 مرات دقيت عليها ما تتجاوبنيش، انا قلت لك ما مشات عند ولدها، ياك ما هذه، ياك ما مشات لهنا ولا مشات هنا. مشات عند خوت راجلها للبلاد، لان راجلها خلى خوتو في البلاد. ديك السيده شكات، التليفون ما تيجاوب شيء، مشات عند البوليس. اولا شعرت ذاك الولد، خبراته قالت ليه راه امك ما تتجاوبناش، ودقينا في الباب وخدامه تجي عند امك غير هي ما شافتها شيء، شنو غنديروا؟ قال لها علمي البوليس. لا لا سيدي عند البوليس. مشات السيده عند البوليس، قالت لهم سيدي واحد السيده، عاودت لهم القصه كما عاودتها لكم، وقالت لهم خصكم دابا نمشيو معايا لدارها ونشوفوا المراه شنو عندها، واش هي في دارها ميته، او واش هي ما كايناش في الدار تماما، او شي حاجه وقع لها، العلم لله. البوليس بعد الاتصال بالسيد وكيل الملك خبروه، وخداو الترخيص باش يفتحوا ديك المسكن، وفتحوا الدار ودخلوا ليها. تلقاو المراه مذبوحه منعنقه وميته، ولقاو الدم ولقاو كذا، والمراه ميته تقريبا بواحد المده ديال اسبوع ولا شي حاجه. بدات الريحه تعطي منها، بدا الجسد ديالها بدا فيه التعفن. هنا البوليس قرصهم امام جثه، علموا الطبيب الشرعي، علموا وكيل الملك، علموا الناس ديال ماشي ما كانش ديك الساعه مصح الجريمه، الناس ديال
تشخيص قضائي، وجاو تما وداروا المعاينات ديالهم وخداو تصاور وصوروا المراه وخداو البصمات وخداو هادي وخداو هادي. ولكن شنو لقاو البوليس؟ شنو عينوا فاش جاو للدار؟ لقاو المراه مذبوحه جالسه على واحد السداري، وقدامها كل واحد تيسميوه في المغرب، حنا تنقول هنا عندنا في الجهه الغرب تنقول السداري، اي مطرح ولا تنجلسوا عليه السداري. لقاو المراه مقتوله مذبوحه، مخنوقه اولا بالفراره ديالها، وداك اللي خنقها يمكن ما ماتش ليه، اضطر باش يذبحها وخلى الفراره في عنقها والمراه طايحه. قدام المراه شنو كاين واحد الطابله فيها شويه اللوز والكركاع، ديك الفاكهه كما تنقولوا، واحد طبيسين اللوز والكركاع، كاين واحد القرعه فيها العصير، كاين جوج كيسان، كاس لهاد الجهه وكاس لهاد الجهه. هاد الكاس اللي هنا شربوا منه، اي كان عامر وشربوا منه وفيه نص، ولكن هاد الكاس اللي في هاد الجهه باقي عامر ما شربوش منه. والمراه طايحه لهاد الجهه، باش نفسر لكم معاينه، طايحه على يديها باليسر هكا. اذا هذا اللي قجا جا من هنا، قجا وقتلها من هنا، طايحه لهاد الجهه. خداو البصمات ديال الكيسان بجوج، تلقاو الكاس اللي مشروب اللي شربي منه فيه البصمات ديال الهالكه ديال المراه مقتوله. الكاس الاخر ما نقيوش شيء وما فيهش البصمات، اي ان ديك القرعه ما فيهاش البصمات، فيها البصمات ديال المراه. الكاس هذا ما فيهش البصمات، هذا فيه البصمات. اذا هذا اللي قتل ما مسش ذاك الكاس ديال العصير تحط ليه، ولكن القرعه فيها البصمات، معناها ان المراه هي اللي جابت القرعه، جابت ديك القرعه ديال العصير، جابتها من الكوزينه وحطتها، هي اللي كبات ليه او كبات شي وحده اللي كان معها، كبات راسها وشربت من ذاك العصير. صافي كان حديث، ولكن خلال ذاك الحديث اللي كانت تهضر ديك المراه كانت تشرب من العصير ديالها، ولكن هذا اللي كان جالس معاه ما شربش، ما قاش العصير ديالو. واش ما بغاوش البصمات ديالو يكونوا تما، او انه كان يدير شي حاجه باش مغطي يديه، ممكن قاص في الكاس ما شربش منه، او يعلم الله. ولكن هذا الشيء تتبان بان المراه مات مغدوره من طرف شي واحد تعرفها او شي مراه تعرفها. علاش؟ لانه الباب ديال برا من بغاو يدخلوا البوليس لقاو مسدود بالساروت، معنى هذا ان ذاك اللي قتل المراه حل بالساروت. ثانيا داخل في الدار الماريو محلول، المجوره محلولين، بزاف الاماكن محلولين في الدار، معنى هذا ان ذاك السيد اللي قتل سرق، لان المجوره محلولين، المجوره ديال الماريو محلولين، محيدين من الحوايج. كان تيقلب ربما لقى فلوس، ربما لقى ذهب، ربما لقى داك الشيء. ولكن هذا السيد دا شي حاجه، الا دا شي حاجه اللي غتهز في اليد، ما داش شي تلفزيون ولا شي حاجه كبيره، لا، هذاك بحال تنقولوا حنا فولد بيجو، سرقه المجوهرات. كان تيقلب على المجوهرات، اي تيقلب دوك السنيطخات اللي في الفيترينا، تيقلب على الكيسان، تيقلب في المجوره، تيقلب، بغى شي حاجه اللي تهز في اليد، ماشي شي حاجه كبيره. وخرج وسد الباب. واش هذا كان عنده ساروت جا حل ودخل على المراه، ولكن المراه جلست معاه وشربات معاه، او جلست معاها مع هاد السيده اللي قتلتها ربما، ولا مع الناس اللي قتلوها جلست معاهم. ولكن الكيسان تيبينوا كاين جوج الناس، كاينه هي وكاين شي حد اللي قتلها، وهذا خرج بالساروت. الا كان حل ودخل بالساروت استقبلته المراه لان حطت ليه العصير وداك الشيء، واذا كانت حلت عليه هي فاستقبلته ودخلته او حلت عليها. احنا باقي الان غاديين في البحث، غاديين مع البحث. ولكن هذا اللي قتل فاش خرج سد بالساروت، اذا عنده الساروت، اذا كان تيتردد على الدار وعارف الدار، وهذه المراه ما تفوتها ديال الهدر، لانه لا تخيلنا مسرح الجريمه تلقاو المراه طايحه لهاد الجهه، طايحه بالجهه كما قلت لكم ديال الكاس العمر، ومقجوجه بالفولار ديالها ومذبوحه، والدم في ديك الجهه، ربما تا هذاك امر بالدم. قلبوا البوليس مزيان
اي حاجه تتهمهم داوها من اجل يشوفوا البصمات ديالها، يشوفوا شكون اللي يشوفوا الناس ديال مسرح الجريمه، والناس يا ربي الناس ديال التشخيص القضائي يشوفوا ربما يلقاو شي امبرنت هنا، قلبوا في الدار كامله ما لقاوش شي حاجه تفيد. هزوا المراه داوها لمستودع الاموات. هنا السيده لما عرفت شافت جابت البوليس ولقات المراه ميته وشاف داكشي تيديروا، البوليس داوها سولوها قال لها انت اللي جيتي عندنا شنو علاقتك بها؟ قالت لهم سيدي هاد السيده عندها وليد واحد تيقرا في المانيا وانا تنتردد عليها ديما، وبعض المرات تيهضر معايا هو بالتليفون تيكلفني بشي حاجه، سيري عندها قولي ليها قال كذا 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 كذا، وقفي معاها سير صوبي معاها شي وراق، صوبي معاها هادي صوبي معاها هادي. من نهار بات الاب ديالها الراجل ديال هاد المراه مات، المراه بقات بوحدها. تجي واحد المرات بعض تشطب ليها وتقاد ليها، تنجي ندخل عندها انا، تدخل شي جاره من الدرب، ولكن عايشين في التعايش بعضياتنا في هاد الحومه وعارفينها بوحدها. بحثوا مع ديك السيده بعدا فين كنتي اليوم انت؟ كنت هنا. كيفاش لقيتي التليفون؟ ما عرفتش عيط عليك، كنشوف التليفون ديالك. شافوا التليفون ديالها تيقلبوا عليها تيلقاو داك اللي عيط لها من المانيا، قالت لهم هذه الرقم ديال ولدها. قال لها علميه او نعلموه. هزت التليفون عيطت ليه قالت لي اخويا راه امك لقيناها مقتوله، راه حلينا الباب وجبنا البوليس كما قلتي لي وكذاك لقيناها مقتوله. تيقول البوليس اللي كانوا حاضرين هنا بقى تيغوت وهي تتسكت فيه، حيت تقول لها دير لو بارلور باش نسمعوا اش تيقول. تيغوت امي لما خليتيني تعرف واحد النبأ ديال الموت الله يحسن العوان، شي واحد قتل لي مو باه ولا خو في اي بلاصه من تيعرف في التليفون مشي تقول ليه ربك ماتك ولا امك ماتك، تيبقى يقول ولا انا راجعون. تيغوت كيفاش مات كيفاش هذا كيفاش سيرتو قال له امك مقتوله. وقلت لي خويا خصك تجي، امك غتبقى هنايا غيدخلوها المستودع الاموات خصك تجي. واحد الضابط خدم عندها التليفون عاود ذكر معاه قال سيدي حنا الشرطه وانا ضابط الشرطه وحنا الشرطه القضائيه وامك راها مقتوله، راه الا جيتي راه مزيان تعاونا بشي معلومات اللي عندك ولا شي حاجه تقولها لينا اجي قولها لينا الا قديتي تجي. اما حنا المراه غدوزو طوبسي التشريح الطبي لانه واخا مقتوله كاين التشريح الطبي تعاود شوف التشريح الطبي، لانه باش نفسروا واحد النقطه هنا بان التشريح الطبي الاطباء ديال التشريح الطبي لما تيتقتل شي واحد تيمشيو يديروا له طوبسي تعرفوا واش هذيك القجه هي اللي قتلته او الذبحه هي اللي قتلته، واش ما كلاش شي سم او شي مخدر قبل ما يتقتل. لابد من تشريح طبي، لابد ما يبقى واحد المده عند في مستودع الاموات، هذه راه معروفه. انتهى الامر على هذا الحد ودا السيده وبدا البحث. بدا البحث ديك الخدامه اللي تجي مره الخدامه قالت لهم انا بعض المرات تنجي نخدم معها سيمانه، تنجي عندها مره في السيمانه وتتقول لي اجي مثلا تنجي عندها اثنين تتقول لي ورجعي عندي الخميس، ترجع الخميس. بعض المرات تقول لي رجعي الخميس تقول لي ورجعي عندي الحد. بعض المرات تخدم عندها 2 مرات في السيمانه وبعض المرات تخدم عندها غير مره في السيمانه حسب الطلب ديال المرحومه اللي ماتت. هذيك السيده شافوا البرنامج ديالها فين كنتي بداك الصباح، فين مشيتي، فوقاش جيتي عندها، واش دقيتي ما دقيتي شيء. كاين واحد البحث معمق. وهنا تنقول الانسان لا طاح الله يحفظ بحال هذا الشيء هذا خصو يتحمل ما دام بريئا، يتحمل البحث ديال الشرطه. راه ماشي راه داو الخدامه بغا يلصقوها فيها لا داو فلانه وبقاو تيقولوا ليها وداروا ليها وقال لي صح حقيقه. هادشي اللي طلعت الصحراء ما كاين شيء. تيجلسوا مع الناس يبحثوا معاهم، البوليس راه عينهم ميزانهم. شكون اللي ما تيكونش داير وتيدخل للشبوق تيولي مشاد مع البوليس؟ هو داك اللي تيبدا هو ما دارش وتيبدا يكذب، هو ما دارش وتيبدا يكذب، تيقول لها قلت شي حاجه غيلصقوها فيا. هو مثلا مشى دق عليها شي واحد، دق في الدار ما لقاهاش، مشى تيجي عند البوليس تقول ليه دقيتي؟ لا ما دقيتي لا حد سيدي، انت مشيتي دقيتي على في الدار وسيدي ما تدقش على ما بينش وبينها. تيقول غنقول دق تيقول له انت اللي قتلتي. وهنا هذا مشكل كبير تنعرفوه، تيبغيوش يقولوا الشهاده الحقيقيه، تيبقاو تهربوا تيوليو طرف في القضيه، الكذوب ديالهم تيحصلهم ما تحصل خا ما دايرين والو، تيخربقوا البحث وتيبقاو حتى هما مشكوك فيهم، وداك الشك تيخلي لهم يطلعوا ويهبطوا لواحد. نعطيكم واحد المثال في هذا السياق هذا وانت نبغي الافاده. واحد السيد مات ميت مقتول في الشارع، لا مقتول في الليل طاح في جنب الطريق. داز عليه واحد السيد شافو مضروب ميت، زاد داك السيد خاف زاد في حالته، تلاقى واحد السيد جاي هو غادي والسيد جاي قال لي السلام عليكم السلام. هذاك داز لقى داك السيد ميت،
عيط للبوليس، قال شكون داز؟ قال لي واحد السيد داز. هذاك السيد الاول اللي داز عرفوا الاخر، قال شفت فلان هو اللي داز من تما وسلم عليا. انا ما قاتلش، ولكن تعيطوا عليه حيت هو عارف سيد ميت، يقول سيدي انا ما دزتش، تلاقيت به ما تلاقيتش به سيدي، انا ما دزتش من تما. اودي تلاقيتي به دزتي وما دزت ما شفتش. هنا تيولي طرف وتيولي عليه بحث وتيولي يطلعوه يهبطوه وتيولي، لانه كان يقول لهم شفتوا اسيدي وانا خواف، شفتوا اسيدي في حالتي الله يكثركم عرفتوا ميت ولا سكرت في حالتي. لا وجهكم ما دزتش من تما كاع. هنا فين تيتصيد الواحد. بحثوا مع ديك الخدامه وبحثوا مع ديك السيده، وبدا البحث تما في الحومه. بحث مع هذا طلع هذا شكون اللي جا عندها، نمشيو عند الخضار، واش جات عندك اخر مره جات عندك كذا كذا. تبين من خلال الطب الشرعي، تبين من خلال الاوتوبسي اللي داروا لها، التشريح اللي داروا للمراه، بانها مقتوله بواحد السيمانه. السيمانه وهي مقتوله السيده، ذاك النفخ اللي عندها الريحه وجوتها سيمانه كما تيقولوا في المسطره ديالهم. كان الحال بارد الحمد لله، والمراه محطوطه بواحد الجهه وما كانش الحال سخون بزاف، كانت توقع كارثه. اسبوع السيده ميته تما، ولكن بقات بيان سور تبدلات والريحه وكذا كما قلنا. جا ولدها من برا، البوليس تيبحثوا بالنسبه لعائلتها، وديك المراه مسكينه من سوء حظها تيقولوا ما عندهاش عائله، ما عندهاش. كانت عندها واحد اختها ماتت فاس، ولكن كاينين جوج خوت راجلها، هاي عمام ولدها اللي في المانيا، عمامهم بجوج. في كاين هاد الناس هادي باش جاو عندها، تقول لهم ديك السيده الخدامه، قالت لي ما ودي هادي شي 3 شهور جاو عندها هما بجوج واحد المره هنايا وتعشاو وباتوا، ولكن انا ما عرفتش الحديث فاش تيدوروا، علاش تيهضروا معاها الحديث انا ما عرفتش. ولاو هادوك جوج ديال ولاد عمها، ولاد عم يا ربي خوت راجلها، دوك خوت راجلها ولاو حتى هما ما نقولش مشكوك فيهم، ولكن خصهم يدوزوا في البحث، يعني هما اللي كاينين في العائله، هما اللي جاو، هما اللي باتوا عندها واحد النهار، هذه 3 شهور. البوليس اضطروا باش ينتقلوا، مشاو حتى للدكانه ومشاو عند دوك الناس. اول ما كانش مخبورين بالموت، حتى واحد ما خبرهم، وجاو بوس الغفله وبقاو تيبحثوا معاهم فين كنتي ما فين كنتي ما كنتي ما فين كنتي. تلقاو دوك الناس غير في ذاك الدوار جالسين ما مشاو فين، والبحث كان جاري بالتعاون مع الدرك الملكي، وتبحثوا عليهم. في الاخر قال لهم ودي حنا هذا البحث نديروه، هذا المحاضر درنا لكم، السيده لقينا مقتوله مرت خوكم. جاو دوك الناس، جاو حتى هما، السيده باقا في لامورغ ما دفنوها شيء، قدامي تيبحثوا. جا الولد من المانيا، جا الولد بسرعه، جا الدري بسرعه، جا بكى غوات الناس تيعرفوه تيسكتوه كذا، وهذا تعزيوه. عاودوا داروا كان كما تيقولوا الليله الاولى ديال العشاء داروها الجيران، اللي فاش جا هو قال لهم ودي غنديروا العشاء الوالده من جديد، دار العشاء الوالده. جاو دوك عمامو، جاو هذا واحد من دوك عمامو قال له واحد الهضره، قال لي ما ودي غير باش نقول لكم واحد القضيه، هاد الدار هاد الديور هاد الملك وهاد الشيء اللي خلى المرحوم الله يرحمه خلات هاد المراه، راه داك الدري غير مربي، راه ماشي ولدهم. الدري جا من المانيا قال لهم غير مربيه ماشي ولدهم. كيفاش ماشي ولدهم؟ غير مربي. بون نرجعوا نشوفوا الحاله المدنيه وكذا، شوفوا لقاو الحاله المدنيه، الدري مسجل في سميه المرحومه وفي سميه الراجل اللي مات. قال لي ما وديها ما الحاله المدنيه راه، قال لي لا عمرها ما كانت تتولد هي، وحنا في خبارنا بان ربى الدري. شحال اللي قال لنا خويا بنا وربى الدري. كيفاش ربات هذا الدري هذا؟ هو في الحاله المدنيه مخطوط بالاسم ديال الاب والاسم ديال الام. هنا ولات قضيه اخرى، ولات هضره اخرى. هادشي غادي يدخل في الورث ما يتعلق بالورث وكذا، ولكن بالنسبه لذاك الولد هو تاعك تما. الولد جلسوا مع البوليس سولوه، قال له ودي حنا سقنا شي خبيره وسمح لينا، هاد المراه هادي ام ديال؟ قال لهم ايه. والاب اللي مات با؟ قال لهم با. عمرك ما سمعتي شي هضره بانك مربي؟ لا عمري ما سمعت هاد الهضره هادي، وانا في حسب الحاله المدنيه تعرف هادي امي وهذا با. الى هاد الناس غيقولوا ما عرفت. جابوا دوك ولاد عمام جلسوهم، ولاد عمام ولا وليدي راك انت مربي.
قال لهم لك انا مربي، انا شاك فيكم انتم اللي قتلتوا، لان امي كانت تشكي بكم انتم بجوج. انتم تجيبوا تديو رزق وتقول خوك كتب لينا وعطينا ودير لينا وتتسلفوا عنده فلوس، شحال مسلفكم ديال الفلوس، با انا مسلكم فلوس وبا ما تيحملكمش، وكنتوا تجيو وتديو الفلوس وتطمعوا وتديروا ليه. انتم قتلتوا امي، انتم قتلتوا امي، قتلتوا مرت خوكم، انتم اللي قتلتوا، انا تنوجهت لكم، انتم تنوجهت حتى شي واحد. قضيه تبكات ولا فيها هضره اخرى ولا فيها كلام اخر. البحث ما عطى والو. السيده دفنوها، دفنات مشاو دفنوها. هذوك ولاد عم بقاو تيجلسوا عند واحد الجيران من عمو باش يجيو للدار. الدار تفتحات وتنقات وداك الدري جالس فيها وتشطبات ولا طلع طاح، والدري بقى جالس فيها باش يقاد اموره، بغا يقاد اموره مع القاضي مع المحكمه مع كذا مع الورث مع داك الشيء، بغا يقاد اموره. الاخرين سامرين تما جالسين تيقول لا حنا بالله وبالشرع. حنا سيدي شي واحد نبههم قال له سيدي ما غنمشيو حنا هنا حتى غنديرو شيكتنا الوكيل الملك وبغينا لا داين. هاد الدري ماشي ولد خويا، هذا مربي. الا كان شي تزوير راه كان شي تزوير من الاول. البوس مشى والماتيرنيتي فين تولد وتيقلب وتلقاو في الريجستر في الماتيرنيتي بان هاد الدري ولد هاد الناس وهاد المراه جات ولدت هاد الناس. خويا تيقولوا هاد المراه لا يمكن في هذاك العمر باش تولد هذاك الولد وما عمرها ما ولدت وكانت عاقر وكانت كذا وكانت كذا. القضيه كانت غدا تتبقى القضيه ديال القتل ديال الموت ديال القتل ولا القضيه ديال المشاكل الورث. وهادو يسموا الدري ماشي هذا، وداروا الشكايه وتقدموا للمحكمه وتيطعنوا وتيقولوا هاد الدري ماشي ولد هاد المراه، راه مربيه وراه في قباري. خويا قال لنا فاش كان حي قال لنا ودي راه واحد المراه هي اللي جابت لهم الدري. تيقول بان عمهم خوهم تيقول بانه عاود لهم هما في البلاد، قال لهم واحد السيده طلبناها قلنا لها شوف لنا شي وليد وراه جابتو لينا، قالت لك جابت واحد المراه قالت لها هذه راه غتولد غتعطيه لكم، وهاد المراه ما عندها شيء وغتعطيه لكم. وفعلا ديك المراه جات عندنا حامله. هذاك تيقول الميت دابا تيقول لهم حسب التصريح ديالهم، تيقول جات عندنا امراه حامله وبقات معنا واحد المده في الدار تقريبا واحد الشهرين حتى ولدات ومشينا معها وولدات، ولكن خدينا السميه ديالي انا باش نتهناو بالمشاكل. هادي تيقولوه. التعليمات اللي جات عند السيد وكيل الملك قال سيدي وبحثوا حتى في هذا الشق، بحثوا فيه مع السبيطار مع الناس مع الجيران، شوف بحثوا زيدوا بحثوا شويه. راه حنا تنبحثوا في هذه القضيه ديال هاد الولد والورث ولا داين واش ولدوا ماشي ولدوا، ولكن تقد تخرجكم في الموت. زيدوا بحثوا عمقوا البحث. بقاو البوس يبحثوا هما يوصلوا لواحد المراه. ديك المراه قالت لهم اسيدي الصراحه هذاك الدري مربي، واللي كانت حامله به هي واحد السيده تنعرفها وهذوك راه كانوا صحاباتي، وديك السيده راها كاينه وموجوده اللي كانت حامله به، وهذيك السيده راه صاحبتي وعاودت لي قالت لي راه تلاقى بالدري ومجا من المانيا ديك المره تلاقات به وتتهضر معاه وتقول له ولدي انا هي امك. قالت له سيدي هذا الشيء اللي عطى الله، هادشي اللي كاين. قال لها ورينا الكاميرا. ديك المره خارجه على المدينه، ما ساكناش في المدينه، خارجه في واحد الدوار. مشاو ليها البوليس وصلوا ليها، جلسوا معاها قال لها قولنا الله يعطيك الصحه واحد القضيه وقعت فلانه تعرفيها؟ قالت لهم نعرفها سيدي. في اخبارك مالها؟ قالت لهم لا سيدي. قال لها تقتلات. كيفاش تقتلات؟ والولد وولدهم؟ قالت لها رجع من المانيا. قالت لهم هذاك راه ولدي يا سيدي. شحال هذه ما مشيت عند ديك المراه؟ عمري ما مشيت عندها. انا مشيت عندها 2 مرات في النهار الاول قبل ما نمشي ندري لالمانيا، باقي تيقرا هنا وغادي نمشي لالمانيا. مشيت عندها وقلت لها شوف يا فلانه خص ولدي يعرفني، ولدك خصو يعرفني، ولدي خصو يعرفني. ودارت فيا ونوضت معايا صباط ومشى لحاجه راجلها جرني وقال لي شوفي ما تنوضينا صداع، الدري هو غيقرا هو غيمشي لالمانيا وانت اللي خصك تجي خوضيه، والدري كبر غيعرفك حنا غنقولوها ليه. دابا ما تنوضينا صداع، الدري راه في المستقبل ديالو غادي يقرا وغادي نبرزطوه. وتهلا فيا الحاج، تهلا فيا وتمشي عنده تيتهلا فيا. نهار سمعت الحاج مات، ولكن وصلت لولدي وتعرفت انا مع ولدي وهضرت معاه شحال مره. عمري ما دخلت عندك اللي رباتو، عمري ما دخلت عندها اللي انا عطيته ليها واللي دخلت بيناتنا وسيطه هي فلانه. فاش كنت حامله انا كنت حامله لا شرعيه، انا نقول لكم حملني واحد وهرب.
ولكن واحد السيده قالت لي شوفي غتفضحي واحد المره تتقلب على شي تربيه تربيها، وولدي عندها راجل لاباس عليه، ولدي عنده خلي ليه الدري خرجي بحالك تمشي تخدمي على راسك وتدبري على راسك. وفعلا هادشي اللي وقع. قال لي انا المراه اللي دات واسطه كاينه؟ قالت لهم كاينه. توريها لنا؟ قلت نوريها لكم. داتهم وصلتهم عند ديك المراه اللي كانت واسطه. هذيك المراه قالت لهم فعلا اسيدي، امراه كبيره، قالت لهم فعلا هاد السيده هذه حملت معها واحد السيد هرب عليها وخافت من الشوهه، وكنت انا ساتراها، والسيده اللي ماتت صاحبتي تنعرفها، وكانت قالت لهم انا تنبيع غير الربيع، داك القزبور والمعدنوس داكشي ديما تتقدم من عندي. وواحد النهار كانت تتهلا فيا، واحد النهار وصاتني قالت لي شوف انا راه ما عندي لا ولد لا بنت، الا بنتك شي واحد عندكم في العروبيه تما، شي وحده عندها شي وليد بغات تولد، ولا شي بنت بغات تخليه في السبيطار، ولا شي وحده تعطيني شي ولد نربيه، ولكن ما تعرفين ما نعرفها ونتهلا فيك. قالت ليها وهذيك تنعرفها عندها داك المشكل، ولقيتها بها وتهلاو فيا، ما نكذبش على الله تهلاو فيا. والاخرى كانت باقا ما غاتولدش يلاه عندها 7 شهور، وجلست معها في الدار وولدات وخلاتو ليها من تما. سيدي انا قطعت معاهم، تنتلاقى بهذه مره تنسول عليها، تنقول لها كذا، تقول لي راه توحشت ولدي بغيت نشوف، تقول لها بعدي من الناس داروا في حال مدنيه ورباه وقراه واش بغيتي عنده، ولكن هذه كانت ديما تنجبدوا ليا راه كذا، راه مشى راه تيقرا راه تيدير. المراه من حملات عطاتهم ذاك الدري نهائيا، خداو داروا في حال مدنيه، زوروه زوير، ولكن بقات متبعه ولدها، بقات متبعه الكبده ديالها، بقات متبعاه. طاحت ديك الفاجئه، ولكن هي ما ساقش خبر بان امراه قتلات، حتى مشاو عندها البوليس في البحث، عاد قالت لهم هذاك راه ولدي يا سيدي، وتنتلاقى به وهذا وهذا وهذا. اخر مره تلاقيتي به، اخر مره قالت لهم اخر مره هذه قل من شهر، واحد 20 يوم. كيفاش 20 يوم؟ قالت لهم هذه شي 20 يوم تلاقيت به. فين تلاقيت به؟ عيط عليا وسلم عليا ودور معايا وقال لي ما تقول حتى شي واحد انا جيت، ما تقول حتى شي واحد انا جيت، غير نشوفك، راه ما عندوش نشوفهم هما. 20 يوم جا بلا جا. هاد الوقت اللي تتقول المراه قبل ما يجي هو بصفه رسميه فاش تعلم بالموت وجا، تتقول تلاقيت به وجيت عنده. قبل في وقت الموت جات عنده، او في ديك السيمانه فاش وقعت، فاش قتلت المراه، تتقول لها تلاقيت به. جابوا المراه المواجهه، قالوا لي تصنت سيدي هاد المراه هادي عرفتيها؟ ما بقى ما يقول، قال لهم هاد المراه واحد النهار قالت لي انا راه هي امك وانا مربي وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وبقيت معها في اتصال. انا ما قالت لي امك، ماشي اعتبرتها ان امي، ولكن انا ما كنت ما عنديش يقين بان امي ولا ماشي امي، نعرف امي هي اللي ماتت، ولكن هذه المراه بقات ديما تجي عندي تقول لي انا امك، تدير عطيتها التليفون تهضر معايا بالتليفون مره برا، من تنجي هناك تنتلاقى معاها مخبي، ولكن عمري ما قلت لامي انا تنتلاقى. واحد المره قالت لي مربي، واحد المره اللي هضرت مع امي كذا واش انتم مربيني، قالت لي لا، ولكن ديك السيده بغيت نجبدها، بغيت نهرس. ولكن هذه المراه تتقول لك دابا انت هذه 20 يوم تلاقات بك، 20 يوم راه كنتي في المانيا انت. قال لي ما كنت في المانيا، ما تلاقيتيش بها؟ قال لي لا ما تلاقيتش بها. المراه قالت لي تلاقيتيني يا وليدي، جيتي وتلاقيتيني وقلتي لي انا ما بغيت حتى شي واحد يشوفني، جي نشوفك غير نتايا، وعطيتيني 60,000 ريال. هنا وقع مشكل، وهذا الولد ولا موضوع شك في هاد لافير هادي. هنا البوليس خداو الباسبور ديالو واتصلوا بالشرطه ديال الحدود وسولوهم في المديريه العامه للامن الوطني اللي كان ديك الساعه الاداره العامه للامن الوطني، وسولوهم على هاد الدخله والخرجه ديالو. قالوا لقاوه داخل وخرج في 48 ساعه، دخل وخرج في 48 ساعه. دخل المغرب ومشى للدار وخرج في 48 ساعه، كان داخل وخرج، اي قطع على لي روتور، جا من المانيا ومشى ورجع لالمانيا، وبقى ساقر تما في المانيا ورا ذاك الاسبوع، حتى قال ديك السيده تمشي تشوف امي اش عندها، وقالت لها قلت له وجا، تيقول انا عاد جيت عام ما جيت، كذب. هنا قالوا لي البوليس شوف احنا ما كان ما تخربق علينا، هاد المره مشيتي عند هاد امك هذه وتلاقيتي بها هذه 20 يوم ما تقول لنا حتى شي حاجه، انت جيتي ودخلتي، هاد الباسبور ديالك هو تيهضر تيقول لك جيتي ودخلتي، جيتي ورجعتي في 48 ساعه، دخلتي للمغرب ورجعتي. فيك انت
علاش جيتي؟ فين جلستي؟ زيروه. انا ما تنقولش كلمه زيرو خاطر نكرهها شويه، تزيروا لان بعض الناس ياخذوا فيها واحد هذا. زيروا بالحجج بالقرائن، ما يثبت. المراه تقول لك انت تلاقيتي بها هذه 20 يوم صافي، دي تلاقيتي بها واحد في الفتره اللي تقتلت المراه ذاك الاسبوع تلاقيتي بها، وانت تقول ما تلاقيتش بها وما دخلتش للمغرب تاع الموني، وهنا في الباسبور تقول لا دخلتي وخرجتي وعاد جيتي عاوتاني، جيتي من المانيا ورجعتي وعاد جيتي فاش علموك جيتي للموت. شنو غتقول لنا؟ ما لقى ما يقول، هو يعاود لهم كل شيء. اش قال لهم؟ اولا وفاتني ما قلت لكمش واحد القضيه، هو مجا من المانيا جا معاه واحد صاحبه المجيه الاخرى، ماشي في الاولى فاش تلاقى ديك المراه، المجيه الاخرى فاش علموا بان امك ماتت جا وجا معاه واحد الدري من المانيا. لما بحثوا البوليس مع شرطه الحدود ووقفوه وثبتوه وبالقرائن حجاج وتبين بانه دخل وخرج واعترف بالجريمه اللي دار، واعترف بانه كان الجهه ديالو مع واحد صاحبه، وقال لهم هذا صاحبي راه ولد دربنا وراه جا معايا حتى هو. البوليس قالوا جيبوا داك ولد درب وشوف في راسو شي حاجه حتى هو. جابوا داك ولد دربهم، دري تيقرا ماشي ما تيقراش في المانيا، خدام في المانيا ومصاحب معاه في المانيا. هو يعاود عليه واحد القضيه، قال لي ما خويا هذا السيد فعلا واحد 3 ايام ولا 4 ايام هو ما تيحيدش من حدايا وعايش معايا وديما معايا، ولكن واحد 3 و4 ايام غبر من المانيا غبر. ولما جا ما قالش كنت في المغرب، قال لي ودي راه مشيت لواحد المدينه اخرى تما في المانيا، عطاهم سميتها، مشى تما وتلاقى شي بنت وغيتزوج بها. قال لي هذا الشيء هذا، قال لهم ولكن المشكل ديالو انا هو اللي تنعطيه الفلوس، انا تنعاونو. هاد الدري الفلوس تيجي من دارهم، هذا مبلي الحشيش الغبره، ما قرا حتى زفته، ما تيقرا حتى حاجه، ما تيدير حتى حاجه في المانيا. الخدمه اللي دخل ليها قال لهم سيمانه تيخرج يدبر غير باش يكمي، وانا ديما تيجي عندي حتى ولد بلادو ولد حومته وانا مهلي فيه. فعلا ديك السيمانه غبر عليا، ما عرفتوش فين مشى، ولكن ما قالش يمشى للمغرب، غبر عليا طار، عرفتي مشى شويه بان. قال لهم الا كان في ذاك الوقت جا المغرب ورجع الله اعلم، ولكن نقول لكم هذا السيد راه ما عنده شيء، راه ما خدام ما دم ما تيقرا ما حتى شي حاجه. رجعوا للدري اش تيقول؟ الدري تيقول فعلا انا من مشيت لالمانيا تنقرا، خرجوا عليا شي وحدين تصاحبت معاهم وبلاوني بالحشيش وبلاوني بالغبره، وليت تندق والرام حالته تيدق وتنزل وقت ما. المهم تندبر باش نكمي وتنتسنى الشهر باش تصيفط لي الوالده. كنت تنتسنى فلوس الشهر، فلوس تطار في المانيا مع كريمه قداديس مع الحشيش مع كذا، الشيء اللي عطى الله. عاودين على امك كيفاش وقع معاها، وقال لي انا واحد المره جيت وتلاقيت بديك المراه تتقلب عليا ولقاتني، ولقيت واحد السيده من الحومه قالت لي واحد السيده راه بغات تهضر معاك، وداتني ولقيت هاد المراه وقالت لي عطيني شي وقيت الله يكثر خيرك، وعطيت وقيت وقالت لي ودي انا راه هي امك، انت راك مربي، وعاودت لي قصه كامله. وداتني حتى لعند المراه اللي كانت وسيطه، وديك المراه ما قالتهاش لهم ديك الوسيطه، عبرها قالتها لهم، ولكن جات هي في المواجهه وقالت فعلا جات عندي هي واحد النهار قالت لها قولي لهاد الدري قولي لي عافاك الحقيقه، قالت لها وليدي انا امك كانت حامله، هادي كانت حامله واحد السيد حملها وهرب، هادي راه مهمتك، وانا وليدي مهمتك كانت تشوه وكانت توقع على مشاكل. وقالت لي يا ولدي انا ما نقدرش نربي هاد الدري وما عندي كي ندير ليه، وانا هاد الناس كنبغاو لي ديتك وليدي، راه ديتك مشينا معاهم وتهلينا في واحد السيده في الماتيرنيتي وتقيدتي تما وهذاك باك وهذاك امك، ولكن الصراحه وليدي راه هذه هي امك هذا باك. الا كنت انت هو الدري اللي ولدتك هاد المراه واللي توسطت لك انا، العلم لله، اذا كان شي دري اخر يمكن هما هذا ربهم عند شي عائله اخرى الله اعلم، مي حنا اللي عرفنا هذه المراه من حملت انا ديتها عند امك وامك خداتك ودارك في حال المدنيه حيت دينك بالقماط عاد تولدتي. وقال لهم ديك الساعه بقات فيا ديك امي وبقات فيا داك الشيء وهذا، وانا مخصوص وكنت نجي عندها تنقول خصني ندير شي مشروع في المغرب، تقول لي لا بقى في المانيا كمل قرايتك، انا خصني فلوس وخصني ندير مستقبلي وهي غتجمع،
ودوك عمامي تيجيو يديو ليها، ودوك عمامي غيعريوها وكذا وكذا وكذا. ولكن هو ما كانش عارف ان عمامو عارف انه مربي، عمرهم تعيب معاهم باش يخرجوا لي الهضره هذه. وتيقول لا، انا الوالد الاصلي، انا هو الوالد الحقيقي، وانا الوالد الوحيد. انا ما بغيت الفلوس. الوالده تنقول لها بيعي هذه، بغات تبيع حتى حاجه وانا تنكبر وانا كذا. وانا تنتظروها الصراحه، انا تنتظروها وتنغبر وداك الشيء. وهذيك الوالده تعطيني، واخا تنجي عندها انا عطينا شي حاجه تكذب عليا، ولا صيفطي لي 2 مليون في الشهر ولا كذا، وانت تدخلي ما تتصيفطش ليا، وعرفت الفلوس تيمشيو. وديك المره من قررت وجيت ودبرت على شي فلوس من تما ديال الطياره، وجيت من المطار، ما بغيت حتى شي واحد يشوفني، وجيت عندها في الليل ودقيت عليها وداك الشيء ودخلت. وجبت واحد الباليزه ودير فيها غير شي تخربيق باش نثبتها، وعاد وراهم واحد الباليزه خلاها فيها شي شراط. شحال من مره جبت لك هاز معاه باليزه جاب. قال لي بقيت نهضر معاه، تنذكر معاها، وعرفت اللي في راسها ما غتعطيني لا فلوس، ما غتبيع لا ملك، ما غدير والو. الشيطان واش غنقول لك، قتلتها. كيفاش قتلتها؟ وكان جابت واحد العصير وحطت لنا شي لوز وكركاع، وبقيت نهضر معاها. وانا الليل خصني ما يطلعش ليا النهار، ما يشوفني حتى واحد تما، خصني نقضي في الليل ونسد في الليل. المهم واحد الوقت غفلتها وقجيتها بفولره ديالها مزيان وهذا، وكنت داير معايا واحد الموس وخرتها بالموس وماتت. واش درت اخر؟ المهم دوك الحوايج اللي فيهم قاسوا ليا بالدم داكشي حيدتهم. حيدتهم ولبست حوايج اخرين وتسنيت حتى طاح الليل مزيان وسلت. وفين مشيتي؟ مشيت لكازا. فين مشيتي لكازا؟ مشيت لواحد لوطيل نعست فيه تما وهذا امك تقول تلاقات بك وهذا قال لي ما تلاقيت بها قبل ما ندير العمليه. وقلت لها امي طليت فيها كما جات معايا شي ريال، طليت فيها وقلت لها شوف المستقبل غيكون مزيان ان شاء الله وهذا، ولكن انت هي امي الاصليه وانا غنتهلا فيك، ولكن ما تقول حتى شي واحد انا جيت، ما تهضريش على جيت، انا هذوك جيت نشوفك غير انت باش نهضر معاك، ولا عندك شي ولاد ولا شي حاجه نديهم لك لبرا يعيشوا معايا وداك الشيء، وانت هي امي، ما تقول حتى شي واحد جيت. المراه قالت صح، هو قال لا ما تقولش شي واحد انا جيت، ولكن ما عرفت واش غيدير هذه المصيبه الكحله اللي غيقتل. قال لهم في الدار البيضاء الصباح نص من لوطيل شديت عاوتاني طياره، وكان عندي البيي موجوده وشديت الطياره وعلقت ومشيت. وقتل المراه، قتلها ومشى لألمانيا، رجع باش عاد غيجي وعاد غيقد مسائله وعاد غيبدا يبيع وغيجمع بزاف فلوس. وبحال هاد النور عارف انه شري فلوس، غيرجع تما الا كان تيشري 1000 درهم ديال الكوكايين ديال الغبره غيولي يشري 5000 درهم 6000 درهم. وتنعرفوا دوك المخدرات، واخا يكون عنده واحد عنده الملاير وتبع دوك المخدرات والله لا بقى عنده ريال بالله. وراه الناس ديال اللي تتصنتوا لي الان ديال الجاليه المغربيه ديالنا برا راه تيشوفوا شي وحدين تما المانيين ولا نصارى ولا مغاربه ولا عرب ولا بعض، دوك صحاب الكوكايين كيفاش تعيشوا، تيولي فايت. وكاين هنا اللي تيديروا لك الغبره هنا، عرفتهم انا والديهم كان لاباس عليهم طبوا لوالديهم، راه ماشي ديك الغبره هي الحشيش ديك 20 درهم ولا الكيف 10 درهم ولا كذا، راه هذيك تبدا من 500 درهم وانت تطلع 500 درهم الشمه، راه تعرفوا الناس اللي تعرفوا في هذا الشيء، الله يعفو على الجميع. كان غيطب في كل شيء، كان غيطب في الفلوس، غيطب في كل شيء، وبلانها ودار خطه في راسو ودار واحد الخطه ودار بلان. اشنا هي؟ غادي نتسلت من المانيا نجي نقتلها ونرجع، وعاد نجي نقول امي انت تلاقى بديك المراه. ونقول لكم واحد القضيه، دابا بعض الناس غيقولوا تلاقى بديك المراه وكل ما تلاقاها شكون فلت مع ديك امو، كل ما تلاقاش بها غيفلت. والبوليس راه لابد ما يشوف مع شرطه الحدود كي كان ديك المراه لا، فوقاش دخلتي وفين جيتي وفين مشيتي وتصل بشرطه الحدود، ودوك ولاد عمو غيدوزوا معاهم حتى هما اللي كانوا مشاو للسوق، غيقولوا اين سوق مشيتوا وشنو تسوقتوا وشكون اللي كان معاكم وشنو شفتوا في السوق. الروح هذه، والروح عزيزه عند الله، باولي ما تنساش بان الروح عزيزه عند الله، والله تا هو تيكون ديك الساعه ماشي من الباحثين اللي تيبحثوا، ولكن من الهادين تهدي داك الباحث اللي تيبحث، تهديه البوليس اللي تيبحث، الشرطي اللي تيبحث، راه الله تيعاون
لان الروح عزيز عند الله، الله تيوجهو تيوري الطريق اللي ياخذ. الله اللي وجه دوك البوليس باش يدوزوا عندك يقلبوا على عندك المراه اللي قالت لي المراه هذا مربي، واللي وجههم وصلهم للمو اللي مربياه. ربي بغى ديك المراه باش تقول لهم شفتوا وجا عندي وتلاقيت انا وياه في الوقت، في ذاك الوقت، في ديك السيمانه ديال المراه باش تقتلات. ما نقولوا الله عمى راسو، مشى عند ديك المراه مشى يقول لها كوني هانيه، زعما ما عرفتش شنو زعما مشي نفرحها نقول لها كوني هانيه، ولا خافت تسق الخبار، ولا الله اعلم طاحت عليه فكره. ربي عماه، ربي تيعمي بعض المرات، شي وحدين تيعميهم عماه الله سبحانه وتعالى، عرف نيته اشنو فيها. وتقدم الجنايات وتحكم بالاعدام. ما رحموش، تحكم بالاعدام ولا باقي في السجن. شوف الافكار شنو غنستافدوا من هذا الشيء هذا. شو الافكار ديال هذا بنادم هذا؟ شوف الافكار. صيفطوه يقرا عمره ما قرا، صيفطوه لالمانيا يقرا عمره ما قرا، وخدام على مرا مسكينه ما قاريه شيء، خدام عليها. رانا نجحت، رانا طلعت العلوم كبيره، راهم زادوني، دابا انا في الجامعه، انا في الكليه، والمراه مسكينه تتخممني وتتشوف داك الدري وتشوف داك الولد ديالها خدام تتكون في المانيا غيكون منه الكاينه. هو حتى حاجه غير المخدرات كما قال داك السيدي الجامعه وشاد فيه، قال المحاضر غير المخدرات عمره ما قرق فيها. والتحليل اللي كاع ما تعيش. واحد البنت دازت في امريكا، واحد لوراتور بحالي تيقول على الجريمه حتى هو في امريكا. واحد البنت عائله معيشه وسط دارهم، وتتبين لهم بان نجحت وراها قاريه، وتعرف الناس موعين وقاريه ونجحت ومشات للجامعه ودارت ولا فعلت وكذا، وتجيب الوراق مطبوعين وتجيب الشواهد مزورين، وغادا وضربت وصلوا، هي ما تتقرب تدي تسفتها مع واحد البراش شي ماكليه عايشه معاهم تدروكا معاهم. والوقت اللي شافت تفضح، وجابت واحد جوج وكلاتهم يقتلوا والديها وقتلوا والديها. هذه جريمه معروفه في امريكا، قتلوا والديها خافت غير تفضح. بحال هذا علاش قتل مو؟ عارف اش تابع، عارف الفضيحه، عارف لا نجاح لا شواهد لا حتى شي حاجه. وتشوف ديك الاملاك اللي خلى داك الراجل اللي مات وخلى ديك المراه راه غيذبح بهم ولا غيدير. شاف مستقبله في داك الشيء، في الاصل ديال التركه، شاف مستقبله في ديك الدويرات ديالها وديك الحوينتات ديالها وداك الشيء الكلا اللي عندها، شاف فيه المستقبل ديالو انه خسر من شرق المانيا. وجا عند المراه اللي مربيه وتعيط لها امي، وكبراتو وردعاتو وقتلها. ماشي نقولوها امو الحقيقيه، راه هي كريطه، هذيك غتدخل في السوق، هذيك غتدخلت اللي عطى الله عطاها، بغات ولدها وبقات تتبعاه، كانت تتبعاه وبغات تجروا لعندها وتجروا لهذا وتجروا لهذا وتجروا لهذا. ماشي اللي خرجت عليه، خرج على راسو، خرج عليه المخدرات، وخرج عليه الطمع، وخرج عليه الخطط العوجه اللي بغى يدير، وتحكم بالمؤبد. خرج هذيك المراه وما بقى عندهم ما يورث. شكون من الورثه؟ هما دوك عمام، لان المراه مسكينه ما عندهاش الورث الله يرحمها، وداك الراجل الله يرحمه ولكن خوتو عندهم حق في الورث وغادي يورثوا، والاخر يبقى في الحبس. وكما قال لي واحد الضابط، المصيبه الكبيره ماشي غير الحبس، شكون اللي غيزوروا في الحبس بحال هذا النوع ما عنده لا زياره ولا مولاي بيه، وما تلقاوش في الحبس دابا عايش مزيان، لا اللي ما عنده لا زياره لا والو، تيتهلك في صحته، تيتهلك، تلقاه ولا زحاف ولا سبق ولا احمق ولا هذه هي المصيبه الكحله. نتمنى من الله نكونوا استفدنا من هذه الحلقه، استفدنا شي حاجه اللي تهمنا وتهم وليداتنا، والله يحفظنا ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.